في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، ما عرف هذا، وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته إلى أهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا تسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج فإنه لا بد أن يحرم. وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكان. فإن قال قائل إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد حج ولا عمره، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، يقول أحرم من حيث أنشأ. فإذا قال قائل ما تقولون في رجل من أهل جدة مر بالمدينة قاصدا أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة أو لازمه الإحرام إلا إذا دنا الحج وأحرم من جدة؟ الثاني لأن هذا الذي مر لا يريد الحج الآن أي في سفره هذا، وإنما مر بهذا الميقات قاصدا أهله لكنه سيحج هذا العام. وكذلك لو كان من أهل مكة وذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، لكن مروره بالميقات الآن ليس لقصد النسك، فإنه لازم الإحرام إلا من أهله. نعم شيخ. نعم، الذين ليس لهم ميقات، يعني قصدك ميقات معين، هؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات. ولهذا لما جاء أهل البصرة والكوفة إلى عمر رضي الله عنه حين مصدرت هذه الأمصار قالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، قال انظروا إلى حذوها من طريق، فصاروا يحرمون من ذات علم. وأما إذا كان لا يحاذي ميقات كالذي يأتي من سواكن من السودان فإن أول ما ينزله من المنازل جدة فيحرم من جدة. وأما من زعم أن جدة ميقات لكل أحد بناء على أن الطائرات لا تهبط إلا فيها فقوله خطأ، لأن الذين يأتون في الطائرات وإن كانوا لم يمروا بهذه المواقيت من الأرض لكن مروا بها منين؟ من السماء، حادوها من السماء، فيلزمهم أن يحرموا إذا حادوها. نعم. شيخ حسن الله إليكم، في خلاف شيخ الإسلام والإمام مالك رحمه الله للجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيحرم من ميقات بعده. نعم. هل هذا يصدق في من نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا سيمرون عندهم ميقات ليس في المدينة ورابط، فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابط؟ يعني وليس من المدينة ولا من الشام؟ لا، هم جايين من مصر من أفريقيا أين؟ هؤلاء أيضا إذا جاءوا من أفريقيا ومن مصر أو من الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة فلا بد أن يحرموا من ذلك عليه، وإن كانوا سيمرون على رابط، وإن مروا على رابط. هي المسألة هذه. نعم. ما يحصل هذا، لا يحصل إلا على رأي شيخ الإسلام إذا كان من أهل نجد، فإن قرن المنازل ميقات لأهل نجد. لكن كما ذكرت لكم إن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله.
ولا شك أحوط وأبرأ للذمة. نعم. بارك الله فيكم. بعض الخلاف حصل في المحاذاة بعدم فهم معنى المحاذاة. نعم. فما هو المعنى الفعلي للمحاذاة؟ المحاذاة لغة معناها الموازنة، رفع يديه إلى حذو منكبيه، يعني أن تكون بوزانها على وزنها تماما. طيب يعني الآن جدة قيل إنها محاذية للميقات. هل معنى المحاذاة أن يبقى بين مكانه ومكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة؟ لا، هي من جاء من الغرب، من غرب جدة، فهي أيضا قبل محاذاة يلملم، لأن البحر متعرج. لكن من جاء من قبل اليمن فإنه سيمر بيلملم قبل أن يصل إلى جدة. شيخ ما وضح لي معنى المحاذاة. المحاذاة موازنة. كيف أنت الآن موازن لمن؟ لأيوب والكمال. يعني هل المعنى هذا معنى أن يبقى بينه وبين مكة مثل لا غلط. هذا المحاذاة أن تكون مساوية له، خط. لو قلنا أن يبقى مثل مكة كان معناه من أي جهة، وكان نقول ما دام جعلت بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات فقد حليت. هذا ما هو صحيح. نعم. ايش؟ اترك الماضي. نعم. يحل بعدين ان شاء الله. ايش؟ قبل ان يريد ان يحج. نعم. الحج في يومين قاصد الجد ومر وهي بيحج هذا العام، لكن لم يذهب الى مكه مباشره ولو لم يذهب، لأن مكة الآن صارت في طريقه، لأن جدة صارت في طريق، يلزمه أن يحرم من الميقات. هنا لا، يلزمه يحرم من الميقات. ولو قبل الحج بيوم. نعم. قبل الحج بيومين. ولو قبل الحج بيوم أو 10 أيام أو شهر، لا فرق. 5. نعم. لا 5. الأسئلة في باب الحج 5 يا ناس. وش الباقي من نقرأ الحج إلا لاجل الإنسان الناس يعرفون. نعم. أخذنا 5 الآن. خلاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة
ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. لا فرق بين حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس إلا في شيئين. الأول أن حديث ابن عمر قال يهل، وهي جملة خبرية بمعنى الأمر، فيكون فيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت. والثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل اليمن يلملم، لكنه قال بلغني. ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس ورعا، ولولا أن المبلغ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثقة ما أتى بحديثه ورواه عنه. نعم. عبيد الله. ممن أراد والعمرة. نعم. ظاهر أنه لا يجب على الزائر أن يحرم إذا كان داخل إلى مكة ولو كان من غير أهله. ولو إيه هو كذا، إذا كان قد أدى الفريضة ما عليه، ولو كان من غير أهله. نعم. شيخ حسن الله إليكم، في من تجاوز الميقات ثم بدا له أن يحرم فمن حيث أنشأ. نعم. هل هذا صادق على العسكريين الذين يكونون في الحج، فإذا ذهب الناس إلى عرفة رغبوا أن يأخذوا عمرة، فهل نقول أحرموا من حيث أنشأتم أو يذهبوا إلى الميقات؟ لا يحرمون من الحل. هم في مكة، هم في مكة يحرموا من الحل. لحديث عائشة. ايش؟ نعم. لا يكفي، هذا مقصد أهل العمل. وأما النسك فهو بعد متردد، قد يكون مترددا إذا جاء المحرم يأتي بالنسك أول. تقدم بحيث يمكن أن يأتي بالنسك. إذا كان من أهل نجد مثلا وأراد إدراك عمرة في رمضان، لكنه رمضان لم يدخل، فنزل إلى جدة أولا ليوم أو يومين قبل دخول رمضان، فمن أين يحرم؟ يرجع إلى قرن فيحرم إلى ميقاته الأول لأنه أراد ذلك. نعم. فيه رأي. الحين أخذنا هكذا الحديث الواحد الذي تكرر ألفاظه يسمح فيه 5 أسئلة في أول مرة، ثم ب3 أسئلة عشان ما يضيع الوقت. بقينا هكذا ما زينا شيء. نعم. فليس عليه شيء، يحرم من حيث العزم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عندك مهيعة في كسرها؟ لا أصبر يا أخي، أنا أسأله الآن. صحيح يا شيخ، عندي مهيعة. نعم. خطأ. ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه. قال: ومهل أهل المدينة يلملم. حدثنا نعم. قال: ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر
قال يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. الألفاظ هنا أمر أن يهل ويهل ومهل، كل هذا من تصرف الرواة، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث فيه مرة هكذا ومرة هكذا، وعلى كلا التقديرين يدل على أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى، وهذا كان متفق عليه كما مر عليه في البخاري وفي مسلم أيضا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت، ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت، أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا فيه زيادة بالغة، وهو قوله والطريق الآخر، وهذا يعني به من ذهب إلى من عند سيف البحر ثم مر على طريق أهل الشام الجحفة، فيكون حينئذ لم يتجاوز الحليفة ولم يمر بها. أما إذا أتى من الطريق الأول فإنه كما عرفتم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. نعم. نعم. ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان زمني ومكاني. أما العمرة فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمني، تفعل في كل وقت، والحج له ميقات مكاني وزمني. أما الميقات المكاني فعرفتموه، وأما الزمني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة، لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. والقول بأن أشهر الحج هي 2 و10 أيام قول ضعيف لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع، الحج أشهر معلومات. ومنه نستفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة، لا حلق ولا طواف، خلافا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق. نقول لا يجوز هذا، بل لابد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، اللهم إلا من عذر كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي الحجة، هذه معذورة، وإلا فإنه لا يجوز التأخير. أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني؟ فهذا في الخلاف، فمن العلماء من يقول لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر، فإن فعل انقلب إحرامه عمره، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فهو كرجل صلى الظهر قبل الزوال تنقلب صلاته نفلا، ولكن أكثر العلماء على صحته مع الكراهة، على صحة الإحرام مع الكراهة، إلا أن نقول
ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمرة إلا أن تسوق الهدي، لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمرة ولم يسوق الهدي أن يحول ذلك إلى عمرة ليصير متمتعا. أما المكان فقال بعض العلماء إنه يكره أن يحرم قبل الميقات، وقال بعضهم إنه لا يكره ولكنه ولكن على القولين كليهما ينعقد الحج، والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكان. والمراد بالإحرام النية لا لبس الثوب، أي لا لبس ما يلبس بالإحرام كما يظنه بعض العوام. نعم. الكلام يا شيخ على نعم. الكلام على مهل أهل العراق ما ذكره؟ لا أنتم ما تكلمتم عليه شيء. هنا مهل أهل العراق قلنا أنه ذات عرق وقتها عمر كما في البخاري، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه الصواب، وإن لم يصح فلعمر رضي الله عنه سنة متبعة. وهذا الميقات يسمى عند أهل نجد فيما سبق لما كانوا يحجون على الإبل يسمونه الطريبة. نعم. الآن ما يحرم منه شيء. لا الآن الظاهر أن من أتى من شمالا من قرن المنازل يحرم منه. يعني الآن موجود هو عامر. إيه موجود. نعم. الله عليك. الآن ذهبنا مع الحج مع الحملة فأخذوا لنا قصر الطائف وقالوا أحرموا من الطائف قصر الطائف. إيه. فأحرمنا. يعني اغتسلتم ولبستم الإحرام ونويتم. إيه لا تعودوا لمثل هذا. فالبعضهم لكن بعضهم قال إذا وزنتم لا ولكن الصواب إذا وزنتم الميقات احرموا. الله عليك. شيخ بارك الله فيك، هذا الحديث أعله الدارقطني ونقله بعض العلماء. اللي هو هذا حديث أبو الزبير أنه سمع جابر. نعم. لا لأن رواية أبو الزبير عن جابر من غير رواية الله الميقات فيها تدريس، إنما لأن أبو الزبير هنا ظن شك، فما قول في هذا؟ هذا شك في الرفع فقط، أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن لولا أن عنده يعني غلب الظن وأن الحسبان هنا بمعنى الظن الراجح ما حدث به. نعم. هل يكون فيه حجة؟ لا لكن له شواهد، يكون قول صحابي وله شواهد، لكنه لا نحكم بأنه موقوف ما دام قال احسبه رفعه، والحسبان يأتي بمعنى الظن وله شواهد تقوي. يأتي بمعنى الظن، وإذا كان له شواهد تقويه تقوى به. حديث ابن عباس، حديث ابن عمر. نعم. باب التلبية وصفتها ووقتها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا. هذه التلبية بمعنى الإجابة، يقال لبى أي أجاب، وإنما كان الإجابة لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فتقول لبيك كأن تخاطب ربك عز وجل، يعني أجبتك يا رب. والتثنية هنا لا يراد بها حقيقة معناها، بل يراد بها التكرار وإن طال.
كقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة وإن كانت 100 كرة. وقول اللهم أي يا الله، وقول لبيك لا شريك لك يعني الإخلاص لله عز وجل في هذه التلبية، يعني لم ألبك لقصد الدنيا والمباهات والجاه وما أشبه ذلك، إنما هو لك وحدك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك، تروى بإن وأن، فعلى رواية أن تكون للتعليل، وعلى رواية إن تكون لاستئناف إثبات الحمد لله عز وجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن أبلغ من أن. وقول إن الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله تعالى بكون الحمد له والنعمة له، يعني هو الذي أنعم بها عز وجل لا شريك له. كان العرب يلبون بهذه التلبية، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من جاهليته. كيف يكون لله والله يملكه وما ملك ثم تقولون إلا شريكا لك؟ هذا لا يمكن. المملوك لا يكون شريكا للمالك، ولهذا ضرب الله مثلا لهذا فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ الجواب لا. إذن كيف تجعلون الله مما ملك تجعلون له شريكا؟ كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك، لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. يزيدها لا مخالفة للسنة، لكن هذا من باب المباح. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهل، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم يكبر وبعضهم يهل ويلبي، والأمر في هذا واسع. وفي هذا دليل على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة، فينكر على من أنكر قول الآكل عند أكله بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس إذا سمع إنسان عند الأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال أعوذ بالله بدعة، لأن الرسول قال لعمر بن أبي سلمة قال له سم الله فقط، لكن هل نهاه عن الرحمن الرحيم؟ لا. ولهذا على قدر قاعدتهم نقول إذا كتب الإنسان في أول رسالة بسم الله الرحمن الرحيم نقول هذا بدعة، لأن الرسول يقول كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله على تقدير صحة الحديث. فالمهم أن مثل هذه الأمور يوسع فيها الشرع بشرط أن لا يقصد الإنسان بها مخالفة السنة. فما دامت هي ثناء أو بالأصح زيادة في الثناء على الله فأصلها ثابت أن هذا الموضع موضع ثناء، وإذا كان أصلها ثابتا ولم يأتي الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه سنة فلا حرج. فابن عمر من المعروف أنه من أشد الناس تحري للسنة وأكثرهم ورعا، ومع ذلك يزيد فيها، وهو صحابي جليل معروف بالفقه. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبية، والاقتصار على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل لا شك، لكن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس به أيضا. طيب، وهل يرفع بها صوته؟ الجواب نعم، لقوله فيما سبق يهل أهل المدينة، يهل أهل نجد، يهل، والإهلال رفع الصوت. وفي حديث جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصرخ بالحج صراخا، فينبغي الإنسان أن يلبي بصوت مرتفع بقدر ما يمكنه، لا على وجه يشق عليه وتنتفخ أوداجه وتحمر وجنتاه. نعم. حدثنا محمد بن عباد
قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد. هذا كما سبق إلا أن فيه فائدة وهو أن ابن عمر تلقى ذلك عن أبيه رضي الله عنه. وقولها الرغباء إليك يعني الرغبة إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إنا إلى الله راغبون. وقال إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والعمل يعني العمل إليك وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله عز وجل. إذن صار هذا من سنة عمر ومن وابنه رضي الله عنه. نعم. نعم باقي الواقع. فيها أيضا في حديث هذا السياق فيه يهل ملبدا. ملبدا حال من يهل وهي ليست حالا مقارنة بل هي حال يعني مستمرة. والتلبيد وضع الصمغ ونحوه على الرأس حتى يمسكه عن الشعث والتفرق. وفيه فائدة وهي أن ما يجعل على الرأس من الحنة ونحوه وإن كان له جرم فإنه لا يمنع من مسحه في الوضوء لأن الملبد لا بد أن يمنع من وصول الماء لكن أصل الرأس طهارته المسح فلذلك سمح فيه فيما يمنع وصول الماء بخلاف ما فرضه الغسل فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يهل إذا استوت به ناقته يعني معناه إذا علت به عند مسجد ذي الحليفة.
وليس يحرم وليس يهل من حين الإحرام. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول يهل إذا أحرم من حين أن يعقد النية، ومنهم من يقول يهل إذا ركب، يقول يهل إذا استوت به ناقته على البيدة كما في حديث جابر الآتي إن شاء الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين هذه الأقاويل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين أحرم، فسمعه أناس فقالوا أهل حين أحرم، وأهل حين استوت به ناقته، فسمعه أناس فقالوا أهل حين استوت به ناقته، وأهل حين استوت به على البيدة، فسمعه أناس فقالوا أهل حين استوت به ناقته على البيدة. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث السند، لكنه جمع قوي تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما كمل الحديث هذا يا شيخ؟ لا نكمل شهر هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد انقد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. يعني ما قد يعني يكفي، يعني اقتصروا على هذا، لكنهم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، بمعنى أنهم لا يقلعون عن ذلك حتى في الطواف. نعم. باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وحدثناه البيدة في الأصل، البيدة هي الأرض الخالية من النبات والبناء وما شابه ذلك الواسعة. والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: حتى إذا سارت به ناقته على البيدة أهل بالتوحيد، وأخذ الناس بذلك. وهي البيدة مكان من دون ذي الحليفة، لكنها لا صفة لها، فكان الناس يقولون لا تهلوا إلا من البيدة بناء على حديث جابر. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما تكذبون، فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن سهو أو خطأ أو عمد، لكن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عمد. وعلى هذا فلا تستنكر أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا: تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما تعمدوا، لكنهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد حين استوت به على البيدة، ولم يقول إنه لم يهل قبل ذلك، وهذا ما سمعوا،
هذا هو الذي سمعوه. وقد مر علينا بالأمس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين اختلاف الروايات في ذلك بأن كل إنسان حدث بما سمع. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. والشجرة قرب المسجد أو أنها هذا المسجد نفسه مسجد الحليفة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب ولبس. نعم. باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي الإنسان إذا رأى من عالم ما يخالف ما يعتقده حقا أن يبحث مع العالم، وأن لا يأخذ بقلبه عليه أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث معه، لأنه قد يكون عند العالم ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق. وذلك في محاورة ابن جريج لعبد الله بن عمر. وفيه من الفوائد سعة صدر ابن عمر رضي الله عنهما للبحث والمناقشة على عظم منزلته ومرتبته، تنزل لهذا في المناقشة. ومنها صراحة السلف الصالح، صراحتهم وعدم مداهنتهم بالحق، وأنهم يقولون الشيء بصراحة مهما علت منزلة الإنسان. فهذه 4 مسائل. يقول رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. والظاهر أن مراده من أصحابه يعني من الصحابة رضي الله عنهم أو من الذين حوله، يحتمل أنه من الصحابة وهذا أعم، أو من الذين حوله. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني أركان الكعبة. والمراد باليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. والثاني ورأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية هي نعال معروف بذلك الوقت،
لكنه ليس لها شعر، ليس فيها شعر، يعني قد دبغت حتى زال شعرها بالكلية. ورأيتها تصفع بالصفرة، يعني تصفع الثوب بالصفرة، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن المراد تصفع يعني اللحية والشعر. والثالث يقول ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. وكان الناس في ذلك العهد إذا دخل هلال ذي الحجة أهلوا بالحج، أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن. فأجاب ابن عمر على هذه الأربع. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. والعبادة الأصل فيها التوقيت، فما لم يرد فالأصل أنه ممنوع. وفي هذا دليل على أن العبادات لا قياس فيها. وإلا لو قال قائل يقاس الركنان الشاميان على الركنين اليمنيين، لقلنا أولا لا قياس في العبادات، ثانيا أن القياس هنا لا يصح، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما